السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة ام عمر في المطبخ. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم صينية كيكة كده حلوة 2 في 1، فانيليا وشوكولاتة جميلة جدا، وان شاء الله تجربوها وهتعجبكم بإذن الله. الكيكة زي الاسفنجية بالظبط. يلا نقول المقادير. معايا هنا بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، لو بيض بلدي يبقى هتحطي 3. لازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش تطلعيه من التلاجة وتعملي بيه على طول. معايا هنا ظرفين من الفانيليا، 1.5 كوب سكر. انا هقولك تعملي بالكوباية اللي هي الكوباية المعيارية اللي هي ام ودن دي اللي عندنا في كل مطبخ، مالكيش دعوه بالكوبايات اللي انا عامله فيها دي. انا هقولك على المعيار المظبوط. 1.5 كوب سكر، كوبايه لبن، كوبايه الا ربع زيت، معلقتين كاكاو بمقدار نص كوبايه، وكوبايتين من الدقيق، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر اللي بتحبي تستخدميه. جبنا شفشق الخلاط ونحط فيه البيض والفانيليا، ونحط فيه المكونات بتاعتنا كلها، وما تنسيش رشة الملح. ونجيب معلقة خل. معلقة الخل دي مهمة جدا، بتحوش اولا زفرة البيض مع الفانيليا، وبتساعد على هشاشة الكيكة وتخليها لونها فاتح كده حلو من جوه. حطينا معلقة كبيرة. نحط بقى السكر، ان شاء الله تجربوها وهتعجبكم باذن الله. ونحط اللبن والزيت. هنحط المكونات كلها في الخلاط ما عدا الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو. سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله هتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. اهم حاجة المكونات تكون كلها كده بدرجة حرارة الجو. اللبن والبيض يكونوا بدرجة حرارة الجو كده. نضربهم كويس لغاية ما نتأكد ان السكر داب معانا. وياريت بقى لو وصلتي معايا في الفيديو لغاية هنا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. انا ضربت الخليط كويس جدا لغاية ما السكر داب معايا والمكونات كلها اندمجت مع بعضيها. هنا دول كوبايتين دقيق. انا نخلاهم كويس جدا، يعني نخليهم مرة و2 علشان يدخل لها هوا وتبقى هشة معاكي ومرتفعة. انا اول ما جهزت المقادير معايا كنت مشغله الفرن، مشغله البلاطه بتاع الفرن بس مش الشوايه. انا عندي الكيكه بتاخد لون لوحديها من غير ما اشغل الشوايه. لو عندك ما بتاخدش لون يبقى اخر دقيقتين كده تشغلي الشوايه تاخد لون معاكي. الرف في النص على درجه حراره 180. هنا هقسم الخليط نصين بعد ما حطيته على الدقيق بالبيكنج باودر. هقسمه نصين، نص هنحط عليه كاكاو ونص هيبقى بالشوكولاته ونص بالفانيليا. نقلبهم كويس. وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. هنا لو لقيتي الخليط تقيل معاكي بتاع الكاكاو زودي معلقتين لبن. انا بالنسبه لي كده كويس. انتي لو لقيتيه تقيل معاكي عشان بيختلف من نوع كاكاو للتاني. هنا جبت صينيه دهنتها زيت او زبده، ورشيتها عفرتها كده بالدقيق، وجبت كوبايه حطيتها في النص. ما تخافيش الكوبايه مش هتفرقع ولا اي حاجه. لو عندك صينيه من اللي هي مفرغه من النص كده اعملي فيها. عايزه تعملي في صينيه عادي براحتك. هتنزلي برضو بالمكونين قصاد بعضهم كده بالفانيليا والشوكولاته زي ما انت شايفه كده طالعه في الصينيه ما شاء الله جميله جدا. لو ما عندكيش صينيه، احنا الستات لازم تتصرف برضو. حطي كوبايه في النص كده متدهنهاش اي حاجه. هنا بعد ما بردت معاكي تماما لازم يعني لو حبيتي تبيتيها لتاني يوم مفيش اي مشكله. سيبي الكوبايه فيها لغايه ما تبرد خالص عشان ما تتفرفتش منك ولا تتبهدل. هنا طلعتها بقى على الطبق طريه يا جماعه وهشه ما شاء الله. نقطعها بقى واخده لون من فوق ومن تحت ومن الجوانب، والله اكبر عليها جميله جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم باذن الله. تبقى مشكله كده، حد حابب ياكل من الشوكولاته والفانيليا هياخد برضو من الاتنين.
يعني ضربنا عصفورين بحجر واحد، عملنا الاتنين في صينية واحدة. ما شاء الله ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. هنا قطعتها اهو وفي الصينية زي ما انتم شايفين كده، وجميلة جدا وهشة وما شاء الله عليها. ربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله. شوفوا دي الفانيليا زي الاسفنجية بالظبط، والشوكولاتة التانية جميلة جدا، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ويا رب الفيديو يكون عجبكم.